وبكده خلاص عندي البيكاتا جاهزة بالشكل ده. اتمنى يا رب تنول اعجابكم. لو استفدتم باي معلومة مني النهاردة ادعموني بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبألف هنا وشفا. تعالوا نشوف الطريقة. عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة بيكاتا. عندي كام صدر كده من الفراخ وبصلتين، وعندي كوباية من اللبن ومشروم وملح وفلفل وكزبرة ناشفة. عايزة تحطي بقى بابريكا أو بودرة زعفران، طبعا انت اللي بتتحكمي في اللون بتاع البيكاتا. لو عايزه لونها احمر حطي معلقه من البابريكا، لو عايزه اللون بتاعها يبقى مصفر حطي معلقه من بودره الزعفران. وعندي هنا معلقتين دقيق او حسب الصوص اللي انت عاوزاه. تعالوا نشوف هنعمل ايه. عندي هنا حطيت صينيه على النار، مش هحط فيها اي ماده دهنيه خالص علشان الصدور بتاعه الفراخ تاخد الصدمه دي، عشان ما تنزلش كميه السوائل اللي فيها. وهسيبها كده شويه مع التقليبه لحد ما تاخد بس صدمه. عندي هنا طبعا خلاص فكت من الصينيه بالشكل ده، عشان بس البنانيت الصغيرين اللي بيقولوا ممكن تلزق اول ما الفراخ تنزل كده في الصينيه. لا، هي مش بتلزق خالص، هي مسافه ما الفراخ بتاخد لون كده من تحت بتنزل الميه بتاعتها وبتسيب الصينيه بالشكل ده. هفضل اقلب فيها شويه لحد ما احس ان هي ايه دخلت كده في السوا. في المرحله دي خلاص كده عندي الفراخ دخلت في السوا. هحط بقى عندي هنا معلقه كده من الزبده علشان الفراخ تاخد طعم وتاخد كمان اللون اللي في قلب الصينيه ده. تقلبتين 3 علشان الفراخ تاخد نفس اللون. عندي هنا خلاص بعد ما حطيت معلقه الزبده اديتها تشويحتين تاني بالظبط علشان تطرى وتستوي خالص بالشكل ده. هبتدي بقى هنزل هنا بشويه من الملح بالشكل ده، بحيث ان انا احدق بس الفراخ، وشويه من الفلفل بالشكل ده، واقلب وانشل الفراخ من الصينيه، يعني اخليها في طبق بره عشان هحط مكان الفراخ دي المشروم. طبعا هنا انا شلت الفراخ بتاعتي بالشكل ده، طريه وجميله جدا وخلاص كده يعتبر استوت. حطيت بقى في نفس الصينيه شويه كده من الزبده، وهنزل بالمشروم بتاعي واديله كده ايه كام تقليبه لحد ما يتبل بالشكل ده. انا عندي هنا المشروم بعد ما حطيته في الصينيه وخد اللون ده، انا طلعته بالشكل ده بعد ما طلعت الفراخ. وعندي هنا في نفس الصينيه برضو هحط شويه البصل بتوعي بالشكل ده. لو الصينيه احتاجت منك شويه من الزيت او من الزبده تاني حطي.
وبرضه هتاخد تقليبه كده واحده لحد ما تحس ان البصله دبلت شويه، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. البصل عندي هنا دبل بالشكل ده. طبعا بعد ما حطيت الفراخ خدت معايا لون حلو كده وجميل وبقت طريه، شلتها. وبعد ما حطيت المشروم خد معايا برضو اللون الجميل وشلته. رحت حاطه ايه البصل دبل معايا بالشكل ده. هنزل بقى كده بمعلقتين الدقيق او معلقه واحده مش مشكله. لو انت عايزه الصوص بيبقى تقيل شويه كتري الدقيق. انا بحب الصوص بتاع البيكاتا خفيف شويه. هتجيبي كده تعمليها في قلب البصل. على فكره مش شرط تاخد لون خالص، مفيش اي مشاكل، بس تقلبتين بس. قلبتها تقلبتين كده، وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي، الملح والفلفل والكزبره الناشفه. وزي ما اتفقنا لو انا عايزه البيكاتا بتاعتي لونها اصفر هتحطي كده معلقه صغيره او نطره كده على المعلقه من نوع بودره الزعفران. لو انت عايزه البيكاتا بتاعتك لونها احمر حطي معلقه من البابريكا. هنحطه كده على البصل والدقيق ونقلب كده شويه، مش كتير بس عشان ياخدوا بس الريحه. هنا انت بتشمي بقى ريحه الفلفل بقى مع الكزبره مع البصل بالشكل ده. وبعدين بتروحي حاطه كوبايه اللبن بتاعتك بالشكل ده. بصوا بقى لون الزعفران هنا بيعمل ازاي في البيكاتا. لو انت عايزه اللون بتاعها يبقى كده. هتدخلي بس كده كل المكونات في قلب بعضها، وبعدين تجيبي الفراخ بتاعتك تحطيها بالشكل ده، والمشروم بالشكل ده. طبعا الاتنين بروتين، بس هي البيكاتا كده. المشروم ده في ناس بتاكله تقول عليه البروتين بدل اللحمه وبدل الفراخ. يا رب ارزق كل البيوت يا رب. يا رب فك كروبنا وكروب المسلمين اجمعين، وفك كربك يا غزه ان شاء الله. بالشكل ده كده بالظبط. هتاخد غلوه واحده وهتلاقي الصوص ده كده تقل معاكي. تدوقي طبعا الحدق بتاعك، لو محتاجه ملح تزودي طبعا حسب الرغبه. هسيبها على النار 3 ثواني بالظبط لحد ما تدخل كلها كده في قلب بعضها. هنا خلاص البيكاتا معايا جاهزه. بصوا بالشكل ده. بصوا الصوص بتاعها بعمل ازاي فيها. الصوص خفيف خالص اهو جميل. لو انت عايزه تزودي شويه لبن كمان ممكن تزودي عادي جدا. لو مش عايزه تزودي لبن هي كده بتتاكل طعمها بيبقى حلو جدا. عايزه تغمسيها بعيش غمسيها، عايزه تقدميها مع رز ابيض بالزبده مفيش اي مشاكل خالص. بس هي كده خلاص جاهزه معايا. البنانيت الصغيرين طبعا اللي لسه ما يعرفوش البيكاتا بتتعمل ازاي، ما تعمليش الخطوه بتاعه الدقيق واللبن دي الا وانت بتقدمي البيكاتا. ليه؟ علشان هتبقى بالمنظر ده تقدميها على طول. انما لو عملتيها وركنتيها البيكاتا بتثبت في قلب الدقيق اللي انت حطيتيه وما بتبقاش حلوه. تيجي تسخنيها تحتاجي تحطي شويه لبن تاني. انما انت البيكاتا دي من اسهل الوصفات. يعني ممكن تعملي الفراخ وتركنيها على جنب، وبعدين تعملي فيها المشروم وتركنيه على جنب، وتخلي بس الحته بتاعه البصل والدقيق واللبن في اخر حاجه تقدميها.